لك دخيل الله على الشماتم أحلاها. الشباب المدمنين لا حدا يشتري ممنوعات هالأيام، أغلبيتها مطعمة برائحة تي ان تي ومال حرام وتسبب أمراض سرطان ورئة وغيرها، الله يبعدكم عنها. عموما شنت القوات الإسرائيلية مساء أمس الأحد سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مؤسسة القرض الحسن في لبنان، والتي تعتبر ذراعا ماليا رئيسيا لحزب زميرة. المؤسسة التي تأسست عام 1982 في فترة الحرب الأهلية اللبنانية، وتعتبر واحدة من أبرز المؤسسات المالية التي يديرها الحزب، وتعمل بطريقة مشابهة للمصارف التجارية لكن خارج نطاق سلطة البنك المركزي اللبناني، ما يجعلها غير خاضعة للرقابة المالية اللبنانية. والمؤسسة التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة عليها، حيث ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحزب يستخدم القرض الحسن كواجهة لتمويل نشاطاته والوصول إلى النظام المالي العالمي، بالإضافة لاستخدام المؤسسة لتبييض أعمال تجارة المخدرات وغيرها. ومساء أمس أطلق الجيش الإسرائيلي على لسان متحدثها الرسمي عددا من الإنذارات تم بموجبها إخلاء كافة مقار وأبنية وفروع القرض الحسن في كافة المناطق اللبنانية. وبدأت القوات الإسرائيلية بسلسلة من الغارات الجوية في مناطق برج البراجنة وحارة حريك والشياح وطريق المطار وحي السلم والعمروسية في منطقة شويفات قرب بيروت. أدت تلك الضربات إلى تدمير كل المنشآت التابعة للقرض الحسن. أما في بعلبك ضربت غارة سوقا تجاريا فيها مبنى كانت تستخدمه مؤسسة القرض الحسن سابقا، على ما أوضحت الوكالة الوطنية اللبنانية. أما في مدينة صيدا الساحلية جنوب بيروت دافع الذعر داخل مدرسة تحولت إلى ملجأ قرب أحد فروع القرض الحسن، النازحين المقيمين فيها إلى المغادرة على عجل. كما أعلن رئيس بلدية صيدا اتخاذ تدابير احترازية، وأعطى توجيهاته لإخلاء فوري لبلدية صيدا ومقر الشرطة البلدية وغرفة العمليات المشتركة، وأيضا إخلاء مراكز استضافة النازحين بالقرب من مباني وبنى تحتية تعود لمؤسسة القرض الحسن خشية استهدافها، حيث تمتلك مؤسسة القرض الحسن أكثر من 32 فرعا في عموم المناطق اللبنانية، والتي بالتالي باتت هدفا لسلاح الجو الإسرائيلي. وبحسب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن جمعية القرض الحسن تشارك بتمويل النشاطات الإرهابية لمنظمة الحزب ضد إسرائيل. وبحسب هاجاري فإن الأموال التي تأتي من إيران وتحول إلى دولارات في سوريا وتصل إلى لبنان بحجم يتراوح بين مئات الملايين إلى مليار دولار سنويا. وزعم أنه وفقا لتقديرات المخابرات العسكرية يستخدم هذا المال لدفع رواتب وتطوير البنية التحتية العسكرية والأسلحة. الملاحظ على أن الغارات الإسرائيلية شملت مناطق قريبة من مطار رفيق الحريري الدولي لأول مرة، ما أثار قلقا حول احتمال تأثر المطار، حيث استهدفت ضربتين جويتين مواقع بالقرب من المطار. صحيفة وول ستريت جورنال بدورها نقلت أيضا تصريحات نقلا عن مسؤولين إسرائيليين قالوا أنهم سيضربون البنية التحتية المالية للحزب لمنعه من إعادة بناء قوته المالية والتسليحية. مسؤول استخباراتي إسرائيلي بارز أيضا في تصريحات صحفية قال إن الهدف الرئيسي من الضربات هو التأثير على الثقة بين حزب الله والكثير من مكونات الطائفة الشيعية التي تستخدم هذه الجمعية كنظام مصرفي. وأردف المسؤول قائلا لأنه من الناحية الاقتصادية يتم الاستناد على حقيقة أن هناك أشخاصا يستخدمونه، هناك أشخاص يثقون به أكثر من الأنظمة المصرفية الأخرى. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الضربات سيكون لها تأثير كبير على قدرة القرض الحسن على استخدام الناس لمنشآته ومصادره. وعلى الرغم من أن المسؤول الإسرائيلي ادعى أن الحزب استخدم الجمعية لدفع الرواتب لجميع عناصره، إلا أنه قال أيضا إنها تخدم العديد من المدنيين من بين حوالي 300 ألف عميل. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أخيرا أن هذه الفروع لديها بعض المبالغ المالية، لكن من الواضح أنها ليست المبالغ الرئيسية الذي يملكها حزب الله بشكل عام. من جانب آخر، وخلال الساعات الماضية قال الحزب في لبنان في بيانات منفصلة إن مقاتليه استهدفوا خلال أمس الأحد مدينتي صفد وحيفا وشنوا نحو 25 هجوما على أهداف وتجمعات لجنود إسرائيليين في جنوبي لبنان ومستوطنات في شمال إسرائيل برشقات صاروخية. وبحسب بيانات صادرة من الحزب فإن المستوطنات الإسرائيلية المستهدفة هي كريات شمونة ويعرى وشلومي وأدميت وفيلون
وكتسرين ويفتاح وثكنة معالي جولاني ومسكفعام. كما قصف الحزب تجمعات لقوات إسرائيلية في بلدة مركبة جنوبي لبنان وأطرافها الشرقية بصليات صاروخية. وإلى جانب المستوطنات وتجمعات الجنود استهدفت الميليشيات الإيرانية أيضا قاعدتين عسكريتين هما قاعدة بيريا شمال إسرائيل للدفاع الجوي وقاعدة شمشون وهي مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية غربي بحيرة طبرية في الشمال أيضا بصليات صاروخية. كما قال الحزب إن مقاتليه قصفوا أيضا حيفا بصلية صاروخية نوعية في إطار سلسلة عمليات خيبر وردا على الاعتداءات على الضاحية الجنوبية لبيروت. كما أضافوا أن المقاتلين استهدفوا قاعدة طيرة الكرمل جنوبي حيفا بصلية صاروخية أيضا. وحتى مساء أمس الأحد أسفرت الحرب على الميليشيات الإيرانية في لبنان عن 2464 قتيلا و11530 مصابا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال بحسب ادعاءات وزارة الصحة اللبنانية، فضلا عن أكثر من 1,340,000 نازح وفق البيانات الرسمية. من ضمن هؤلاء أيضا عدة آلاف من العميان والمخصيين نتيجة ضربة البيجر المباركة التي شمتنا من خلالها كثيرا بتلك الميليشيات. لا تنسوا الشماتة أعزائي المستمعين، أدعوكم للاشتراك في القناة والانضمام إلى قناتنا في التليجرام، ستجدون الروابط في وصف الفيديو. أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.